ضيف النهارده افتكس في الوقت تخريجه غريبه جدا. هو مخترع فكره الساعه الخامسة والعشرون. طبعا اختراع الساعه الخامسة والعشرون ده شبه اختراع البحر اللي اتحول لطحينه، والكائن اللي بيعدي البحر ما يتبلش، والجمل اللي طلع النخله. اختراعات مصريه فيها قدر من الفانتازيا ومن المبالغه. عم سيد منور. ازيك يا عمر؟ ازيك يا عم سيد؟ كل سنه وانتم طيبين. انا فرحان ان انا قابلتك. انا اللي مبسوط اكتر، ورمضان كريم وعاجبني فكره البرنامج قوي، مصري اصلي. ربنا يخليك. السؤال بس ان لو ما طلعتش اصلي ايه اللي هيحصل؟ ما انا هقول لك. هقول لك، بس ممكن اسالك في الاول، هو انت منين في مصر؟ انا من حتت كتيره في مصر والله، يعني انا متربي في اكتر من مكان، رغم ان في كتير بيقولوا لي انت اصلا مش متربي، لكن انا من قدام القهوه البلدي اللي كان بيقعد عليها عم نجيب، لو تفتكروا. طبعا عارفه؟ طبعا عم نجيب محفوظ ولا في وعم نجيب الريحاني وكل نجباء مصر. اوكي. انا من كل حته هتلاقيني. تمام. قضيت طفولتك قدام القهوه؟ قضيت طفولتي جوه القهوه. جوه القهوه. اوكي. طب عم سيد، انا عايز اسالك سؤال بس مش عايز اجابه كلاسيكيه. اوكي. لو لم تكن مصريا لوددت ان تكون؟ لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون بني ادم. عارف احنا هنعمل ايه بالظبط؟ انا قالوا لي ان في مسابقه وفي حاجات وهتسالوني طيب هقول لك على حاجه. يا اطلع يا اصلي يا مضروب. لا انت هتطلع اصلي في كل الاحوال. العصين ده اللي هو اللي عينيه ضيقه. لا تطلع اصلي في كل الاحوال. انت اصلي امال مين مش اصلي يا عم سيد؟ احنا هنقعد نذاكر في الجين المصري اللي عندك، تمام؟ وعايزين نوصل لحاجه، عايزين نوصل لفكره هل انت مصري اصلي ولا انت اصلي مصري؟ فاهم الفرق؟ مصري اصلي ولا اصلي مصري؟ يعني هل انت مجرد شخص اصله مصري ولا انت شخص مصري اصلي؟ حلو قوي. تمام. ده ليه علاقه بنانسي عجرم. لو سالتك انت مصري تقول لي اصلي، تقول لي مصري اصلي. صح. هي دي صح. هي دي. طيب. هي دي. طب لو هسألك 9 اسئله، لو جاوبت 6 من ال9 صح هتاخد شهاده اصلي مصري. تمام. اكتر من 6 من 6 ل 9 اكتر من 6 اتشقلب. اكتر من 6 ل 9 هتخش في المنطقه بتاعه مصري اصلي. في فلوس في نهايه البرنامج يعني. يعني اللي بيكسب زي الاستاذ جورج قرداحي كده. طبعا. لو عديت 6 اسئله في حاجه. بس مفيش وسائل مساعده. ماشي. يعني مش هقدر اساعدك، انت لازم تشغل الشريحه المصري وتلقط اللي هقوله لك. طيب. اوكي. جاهز؟ جاهز. طيب السؤال الاولاني من منطقه العادات والتقاليد. وبيقول اذكر 5 اجراءات لحمايه طفل ذكر حديث الولاده من الحسد. اشمعنى ذكر؟ هو سؤال في الذكور، على اساس ان البنات ما بتتحسدش، يعني هو ولد الذكر هو بيتحسد اكتر يعني. عندنا 7 حبات فول اللي بتتحط ما شاء الله، او آية الكرسي. تمام. عندك الخرزايه الزرقاء. تمام. تتحسب دي ولا ايه؟ تتحسب. تمشي. بيقول لك لو حلق دقنك ما تخشش على ابنك. ما اعرفش دي لها علاقه بس مالهاش علاقه بالحسد. لا دي لها علاقه انك ممكن يعني أو تقفله منك يعني. لو انا حالق دقني انا اقفله لو سايب دقني. لا انت حالق دقنك اكتر. اسمع ما تجيبش لحمه وتخش على ابنك مولود جديد. تمام. بس ده بيخوفوا بيه الام علشان الولد ما يعيش. ده هو كده الايام دي الولد مش يعني محدش معاه فلوس يجيب لحمه اصلا، فما اعتقدش ان دلوقتي فيها العلاقات دي. هي يمكن دي الحاجات اللي في دماغي، حبايات الفول. تمام. ما شاء الله، وخرزه الزرقاء وآية الكرسي. انت قلت 3، انت لازم تقول 5. لازم اقول 5 عشان اعدي المرحله. عم سيد الاسبوع ليه دعوه بالموضوع ده؟ لا خالص ملوش دعوه. لا لا انا دول اللي انا فاكر. حفيظه لما كان انت ابو حفيظه علشان عندك حفيظه، ولا ابو حفيظه ده لقب؟ ده لقب. طب ما عندكش ولاده؟ لا. اوكي. لا. ما شفتش مثلا قبل كده يبقى ولد ذكر مولود جديد وخارمين له ودنه مثلا بيلبسوه حلق، او بيلبسوه حلق فتله؟ ما شفتش مثلا قبل كده يبقى ولد مولود ذكر ويلبسوه ملابس بناتي الوان بامبي وحاجات بيحصل ساعات بيسموه كمان اسماء غريبه. انت قلت 4 كده. طب قول لي واحده كمان عشان يبقى السؤال ده صح. البافيتا السوداء، ساعات بيلبسوا الواد بافيتا سوداء عشان الكتاكيت او مش عارف حاجه بعيده. عم سعيد انت السؤال ده قتلت معايا فيه. انا ما عنديش عيال اصلا. انت قتلت شويه فيه. ما نعطلش في 1-0 ليا عموما. وكنت عايز اسالك، هو ايه الحاجات اللي كانت منوره في حياتنا كمصريين من سنين، يعني في العشرينات الثمانينات الثلاثينات، واتحسدنا فيها او اتنظرنا فاتطفت؟ والله يعني اللمه مثلا. انا بشوف ان احنا كنا زمان عندنا قدره ان احنا نتجمع حوالين بعض اكتر، ودايما كان يقول لك المصري يقف جنب اخوه
ومش عارف مين تودي طبق عاشوره لمين ايام ايه. ما بقاش فيه الكلام ده دلوقتي. يعني لما من ضمن والفرحه. الفرحه من ضمن الحاجات برضو اللي انا حاسس ان احنا اتنظرنا فيها. بقت في حته المنتخب بس دلوقتي، ما بقاش ليها سقف اكتر من كده. اخرنا المنتخب. واخرنا المنتخب في افريقيا كمان، مش في اي حته. يعني بص، هو في اخرنا المنتخب في البطوله اللي فاتت يعني تحديدا اللي هي فزنا فيها. انا موافق. انا موافق. عم سيد 1-0 وخش على السؤال الثاني، وحاول تعمل ريفريش للشريحه المصري علشان ايه تقول معايا اكتر. حاضر. اذكر 3 مرادفات مصريه لكلمه الزوجه. اذكر 3 مرادفات او 3 القاب بيطلقها الراجل المصري على مراته، غير كلمه المدام، لان المدام يعني فرنساوي ودخلت علينا يعني. الجماعه. تمام. ويقول لك الحكومه. تمام. يقول لك حكومتي. تمام. او الحكومه مش عايزاها تاخر. والبيت عندي. صح. يقول لك البيت عندي ما بيحبوش الرنجه مثلا. تمام، مظبوط. اجابه صحيحه جدا. اجابه صحيحه جدا. طب ما تقول 1-1. 1-1. انا مستنيك يعني بس خلاص. 1-0 هللته يعني. انا مستنيك، قلت هتقول حاجه رابعه وخمسه، يعني حاسس انك انت تقول حاجه ثانيه. هو البيت عندي والحكومه والجماعه. انت قلت لي قول 3. اجابه صحيحه. اجابه صحيحه. اشكرك. مفيش اي فاير هيطلع طب لما اجابه صحيحه في الاخر بقى. طب قول لي، هو ايه فكره ان احنا الراجل بيقول على مراته الحكومه ليه؟ علشان الاثنين لا بتاخد معاهم لا حق ولا باطل. يمكن فكره الجماعه دي جايه من فين برضه؟ انا في اعتقادي ان ليها دعوه بموضوع الكتره. مش بقول لك الكتره تغلب الشجاعه او تغلب الجماعه او تغلب الجماعه، لا بس هنا الجماعه لما بنقول على المدام الجماعه فهي ليها دعوه بمفهوم الكتره. تحس ان مراتك متكتره عليك فحتى لو انت شجاع هتنهزم قدامها. اوكي. انا كان عندي احساس ان ليها علاقه بالفتره اللي كانت الستات في حياه الراجل فيها جماعه، مجموعه، الجواري وقصر الحريم والسلام لك والحرام لك والحتت دي. فكنت فاكر ان هو فيها حنين لفكره ان الست تبقى مجموعه مش واحده بس. لا، انا بشوف ان الست بتبقى مجموعه متمثله في شخص واحد، ودي بصفات معينه زي ما بقول لك كده. يعني يوم القبض تحسهم جماعه، صح؟ صحيح. يوم القبض في المصيف جماعه بيتكاتروا عليك وانت عامل فيها شجاع، وطبعا عامل فيها 7 رجاله في بعض وانت مهزوم جدا. اوكي. طب هو انت يعني تفتكر فكره عصر الحريم والجواري والحرام لك دي ينفع تتعمل في 2010؟ يعني في حد يقدر عليها 2010؟ يعني يبقى عنده مكان مثلا فيه 21 جاريه و4 ستات زوجات وكده؟ اصل هيشوفهم امتى؟ انت النهارده بتشتغل شغلانتين و3 علشان تكفي بيت وواحده. انت عندك 21 تعمل بيهم ايه بقى؟ اوكي. مفيش وقت لا تقعد معاهم ولا تتفسحوا ولا يعني مش هيبقى في اي وجه للاستمتاع يعني. تمام. عم سيد 1-1 وهنكمل مع بعض، بس نطلع فاصل شرعي ونرجع. فاصل شرعي ونرجع. أوكي. رجعنا مع عم سيد واحنا واقفين عند 1-1. ها؟ 1-1. اوكي. عم سيد، ما هو الاصل التاريخي لحركه؟ اعتقد دبانه. لانها كانت واقفه هنا فواحد حاول يهشها عمل كده فهي راح جايه الناحيه الثانيه. احنا عندنا الدبان في مصر غلس جدا، يعني اتحداك لو هشيت دبانه وتهشت. اوكي. عمرك؟ اوكي. لا. هي تحس ان هي مصروفه لك. يعني هي الدبانه دي اتخلقت علشانك انت، فتجي لك هنا تقوم عامل كده تروح الناحيه الثانيه. فاعتقد ان كان في دبانه غلسه شويه مخمطت واحد معاها فكان بيهشها كده. غالبا اتشل في الاخر وسيبت في حته يعني. وممكن يكون ده تصادف مع حاجه مضايقاه فعمل كده فبقى ده الانطباع. ممكن هو غالبا لو هي الدبانه لوحدها كفيله انها تضايقك من غير ما تصادف ولا حاجه ان حاجه مضايقاك. هو عموما السؤال ده بره المسابقه، انا بس جه في بالي فحبيت يعني قلت يمكن يكون عندك يعني مش 2-1 ولا حاجه. لا 1-1 بس انا حبيت ممكن تكون عارف حاجه. اللي جاي هيبقى 2-1 انا متاكد ان شاء الله. والسؤال بالمنطقه العادات والتقاليد. وعايز اسالك، ما هو التفسير الشعبي لمولد طفل ب6 اصابع؟ واد اتولد ب6 صوابع فين؟ رجليه ولا ايديه؟ لا، في ايديه. 6 صوابع في الكفين؟ في تفسير شعبي ليها. زي الوحمه تفسيرها ان الست اتوحمت على حاجه فطلعت له بطيخه في وشه. يبقى اكيد مامته اتوحمت على صباع. لا، هيطلعوا صباع في وشه، مش هيطلعوا صباع زياده فيه. هو مفيش حاجه غير الاولاد اللي بيتولد. انا ما خلفتش اصلا.
يعني انت جاي لي في حته معينه كده واتذكر. اصل ابو حفيظه ابو حفيظه ابو حفيظه، انا متعامل طب مع النحل. هاتها لي في حفيظه على الاقل. بتعامل في حفيظه ان هو يعني هو حفيظه ب5 صوابع ولا لا هي ب5 صوابع. 5 عاديين. طب ايه التفسير؟ طيب التفسير الشعبي اللي بيتقال لما بتولد طفل ب6 صوابع ان امه كانت نايمه ومستكينه ورايحه في النوم وحد صحاها بخضه، يعني اصحي البيت بيتحرق، اصحي في حرامي، اصحي جوزك اتجوز عليكي، صحاها بخضه، فالطفل بيتولد بصباع زياده. ده التفسير الشعبي المتعارف عليه في الريف وفي الاحياء الشعبيه في كل حته. مامي تتخض تولد انا بصباع زياده. ماشي 2-1. 2-1. طيب انا كنت عايز اسالك اصلا عن الجيل الجديد او الجيل اللي بعد اللي جاي. عندك فكره تخيل لملامحه ممكن تكون عامله ازاي؟ صوابعه ورجليه عينيه طوله. انا بتابع اصلي عروض الستاند اب كوميدي، وكان في ولد اسمه جورج عزمي كان عنده نظريه عبقريه جدا في موضوع التطور الطبيعي ده. يعني جورج كان بيقول ان الاطفال اللي هم حاليا اللي هم هيبقوا كمان شويه كبار هيطلع لهم في ايديهم حاجات بتلزق زي البورصه كده، وده للاستفاده من الاماكن الفاضيه اللي في الاتوبيس. اوكي. يعني تخش اتوبيس تقوم لازق وتبدا تتحرك في الفراغات. اوكي. الاماكن الفاضيه نستغل المساحات دي. تمام. او لو انت ما حالفكش الحظ ودخلت في الاتوبيس فانت ممكن تبقى لازق على الباب من بره، بحيث ان انت تيجي المحطه تقوم سايب تنزل ويبقى في عجل في رجلينا، صوابع رجلينا كلها عجل، بحيث ان انت تنزل تجري وتفرمل بصباعك الكبير. تمام. دي كانت نظريه عندنا. ده تصور جميل. وجورج تصور كمان ان هيبقى في فتحه هنا كده 4 في 9 في قورتنا نحط فيها الرقم القومي. عشان بدل ما الضابط يوقفك ويقعد يقول لك تطلع المحفظه وبتاع، لا انت بتعدي قدامه اهو وخلص. اوكي. انا عندي اصلي تصور ان الجيل اللي بعد اللي جاي هيبقى نازل ب6 صوابع من غير ما امه تتخض ولا حاجه. والصباع زياده ليه؟ لان كميه الصوابع اللي بيحتاجها في حياته الايام دي مع اللابتوب ومع الموبايل ومع الشاتنج ومع اليوتيوب، الحركه الزياده دي هتحصل طفره جينيه، هينزل رباني ب6 صوابع زي ما زمان كده الحشائش اختفت من وجه الارض، فالزرافه رقبتها طولت عشان تطول ورق الشجر تاكل. فانا حاسس ان هو الجيل اللي جاي هيبقى ب6 صوابع وهيبقى على كرسي بعجل، عشان محدش بيتحرك دلوقتي، كله قاعد ريموتات على طول. ريموتات طب ما نسرح بخيالنا ونخليها يعني كف تاني.